بتحس دايما بعطش طول نهار رمضان؟ جرب المشروبات اللي هقولك عليها دي زي السحر. ناس كتير قوي في شهر رمضان بتتسحر بشكل كويس وبتحافظ على كل العادات الصحية، ومع ذلك بيعطشوا كتير برضو بالنهار، وده طبيعي لان شوية اجسامنا مختلفة عن بعض، فهنحس ان في ناس بتعطش اسرع من ناس تانية، فده طبيعي. لكن الحلول بقى لازم يبقى في حلول بديلة كده، زي مثلا المية اللي منقوع فيها ترنشات الخيار والليمون. المية لما بتقطع فيها خيار وليمون وبتنقعهم كده شويه وبعدين تيجي تشربهم، ده بتشرب ميه بس بتشرب معاها حاجات بتخلي جسمك يفضل ماسك في الميه بشكل كبير جدا وما يفرطش فيها بسهوله فتعطش بسرعه. حاجه تانية ميه جوز الهند. جوز الهند، بس مش المشروبات اللي في المحلات اللي اسمها جوز هند، لا، انت جوز الهند دي بتبقى القشره من بره وجواها طبقه جوز الهند اللي هو السميك، وفي بقى شويه السائل ده او الميه، هي دي ميه جوز الهند اللي لو شربتها يعني بتمنع العطش بنسبة 100% تقريبا من أي حد جرب الموضوع ده بشكل كبير جدا وبشكل فعال. وآخر مشروب أنا مش برشحه لأي حد، خصوصا العيانين بتوعي بيبقى عندهم مشاكل شوية في القولون، فهو الزنجبيل بالعسل. برضو ده بيحبس المية في الجسم بشكل كويس، ما بيخليكش تعطش جامد قوي، بس ده مش برشحه لأي يعني لكل الناس عشان بس موضوع القولون. لكن الناس اللي جسمها تمام، قولونها تمام، كل حاجة تمام، بالعكس ده العسل بالزنجبيل بيقوي اصلا جدار المعده وبيحسن القولون اكتر واكتر، بس للناس اللي قولونها سليم. فمش هتقدر عليها بقى، معاك اتنين تانيين: ميه بالخيار والليمون، ميه جوز الهند، كمان عندك الفول واللايك عشان تعرف معانا كل يوم تركايه في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين.